السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال والأحوال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، أموركم مزيانة، أحوالكم طيبة، ويلقاكم هذا الفيديو أنتم فيه تمام الصحة والعافية. فيديو جديد، وصفة جديدة، نتمنى ينال إعجابكم واستحسانكم. فيديو اللي غادي إن شاء الله نحضروا فيه جوج ديال الوصفات ناجحة 100%، وغادي تولي تحتار في البشنيخة وكذلك العسل. فنتمنى أنه ينال إعجابكم. بالنسبة لعشاق البشنيخة، جربي بمقادير اللي عطيتك فغادي تعشقيها أكثر وأكثر، والناس اللي ما كتبغيهاش جربوها بهاد المقادير وغادي توليو مدمنين عليها. غادي نعطيكم اسرار نجاحها، كيفاش تبقى لكم رطبه، وكذلك تشبيكه باش تجيك هكا زوينه على شكل وريضه. فتا هي كاين سر من الاسرار ديالها. نتمنى انكم تتابعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر وما تفلتوا حتى شي مقطع، باش هكا تاخذوا يعني المقادير والطريقه بالتدقيق وتجيكم كيف ما تبغيو. عندي هنايا العسل كذلك غادي نحضروه بشكل اللي هو احترافي، شكل اللي ما غاديش يعني بطريقه، عفوا ماشي شكل، طريقه اللي غادي اي واحد يدقو عندك يسولك عليه. هنا غادي نحضر اولا، غادي نبداو بالعسل ان شاء الله. غادي نخويه هنايا في الكوكوط 2 كيلو ديال السكر سنيده اولا قالب، عندك قالب توا ديري المهم 2 كيلو. وغادي نعطي 3 ديال حويضات القرفه. عندي حامضه هنا اللي قطعتها على شكل دوائر كبيره. وغادي نضيف القرنفل، انا تعجبني القرنفل في العسل كيعطيه مذاق زوين. حيت له داك الراس ديالو لان درت 20. الا بغيتي تخليه بالراس ديالو ديري فقط 10 12 لا غير. انا حيدت ليه داك الراس ديالو ودرت هنا 20، يعني عطيتك داك الشيء بالتدقيق بالتفاصيل. زدت عليه لتر من الماء البارد، وغنحرك غير باش يدخل لي داك الماء في سكر هكا ونساجمو. غنحطها فوق البوطه ونسد عليها وغادي نتسنى حتى تصفر الصفاره. الوقت اللي غادي تصفر، على العافيه اللي كتكون متوسطه، الوقت اللي غادي تصفر غادي نخلي العافيه تكون مهيله يعني قليله، ونقص عليها ونخليها كتصفر نصف ساعه. من بعد ما دازت نصف ساعه حليت على العسل ديالي وخليته حتى برد، وكان هذا هو القوام ديالو. الى مثلا لقيتي انه زاد لك شويه طيب وقصاح بزاف، فانت كتحكمي فيه. يمكن لك تزيدي ليه يما الماء طايب يما ما زهر، انت واللي بغيتي. الا بان لك في يعني ملي حليتي عليه انه قاصح، داك الساعه زيدي الماء زهر. خليتيه برد وبان لك انه قصاح، كتزيدي طيبي شويه ديال الماء كتزيدي عليه وكتحركي، راه حتى يرجع عادي، ما تخافيش منه. يعني ما تقوليش راه خسر ليا ولا لا. صافي، كان هذا هو العسل ديالنا، كيجي رائع واحترافي، وصدقيني المذاق ديالو روعه. هنايا غادي ندوزو باش نحضروا البشنيخه. بالنسبه للبشنيخه غادي نحتاج ليها كيلو من الدقيق الابيض نوعيه ممتازه، وغادي نضيف ليها خماره الحلوى من فئه 8 غرام. غادي نضيف نصف ملعقه من الملح، وغادي نضيف ملعقه من نصف، لان هي كيحسب لي انا هازه معلقه كبيره ولكن هي صغيره، راه غنزيد شويه اخر غيبان لكم في الصوره. عندي معلقه ديال نافع بلدي، وعندي معلقه ديال حبه حلاوه صغيره، يعني عبرت بالصغير. وغادي نضيف ها هو زدتو، وغادي نضيف معلقه ديال القرفه. راني زدتو غير في الكاميرا ما بانش، ولكن بان لكم كونتيتي انها تبدلت. المهم معلقه ديال القرفه، معلقه حبه حلاوه، ومعلقه ديال النافع. غادي نخلط الكل هكذا النواشف، وغادي نعجن بالزبده. ويستحسن ان الزبده تكون حيوانيه. غادي نعطيكم الا بغيتيها بحيوانيه، وكذلك الا بغيتيها بمارغرين شنو الفرق بيناتهم. غادي نبسبس هاد الزبده ب 250 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها حيوانيه، ذوبتها وحيدت لها داك اللبن ديالها، وغادي نبسبس بها العجين ديالي مزيان حتى يطرمل ليا داك العجين، تولي عندي عجين مرمله. ونضيف باقي المكونات اللي هي عباره عن تقريبا 400 ملل ديال الحليب، يعني نصف لتر ناقص شي شويه. ودائما راه تيبقى على حساب نوعيه الدقيق، كاين اللي تيشرب وكاين اللي ما تيشربش. هنا عندي الحليب اللي هو دافي، فوق دافي شويه، حيت ملي غنضيف ليه ثلث ديال كاس مزهر ديال المزهر بكاس العنبه. مزهر يكون نوعيه ممتازه، غادي يدفى شويه، يعني غادي يدفى شويه، فلهذا خصو يكون سخنوه صافي. وغادي نعجن كيف قلت، ما يكونش بارد، يكون دافي. غادي نعجن هاد العجين ديالي، نجمعها بهاد الحليب مع ماء الزهر، ثلث كاس بقياس العنبه.
نجمعها مزيان وندلكها. الا درتي الا درتي بغيتي ديري الزبده الاخرى مارغرين ما تنبسبسوش بها العجين، كنشدو. هذا سر من اسرار نجاح البشنيخه بكلتا يعني الزبدتين. فكنشدو الزبده ملي تندوبوها ونحيدو منها اللبن، كنخلطوها مع الحليب دافي وكذلك ثلث كاس من المزهر، هذا في الكيلو الدقيق، وكنعجنو بحال اللي غنعجنو الخبز بالماء بهذه الطريقه. صافي هنايا من بعد ما دلكتها واحد 8 دقائق درتها في بلاستيك وخليتها مده ساعه حتى لساعه ونص كتخليها. ومن بعد انا رجعت ليها، راه كتبان لكم انها يعني هي طايعه مدلوكه وفي نفس الوقت كتدلك في البلاستيك وفي نفس الوقت قاصحه، باش هكا كتعطينا نتيجه زوينه وكتجينا رطبه. غادي نقطعها هكا مرصوات كيف ما كتشوفوا. صافي كنتمنى ان الفكره ديال ما بين الزبده الحيوانيه والمارغرين تكون واضحه، يعني تنخلطوا دوك السوائل وكنعجنوا بهم بحال اللي غنعجنوا الخبز، باش هكا كنضمنوا ان الا درتي مارغرين اللي بسبسي بها راه غادي تكور لك وسط العجين وغتعذبك. هنا كنرش هاد لي بودان اللي درتهم، كناخذ واحد القطعه كنرش عليها القليل من الدقيق، غير شويه ماشي بزاف باش ما تلصقش ليا على سطح العمل، وكنورقها هكا، كنحيد ليها الجناب وكنخليها على شكل مستطيل مقاد. داك الحواف كنحيدهم باش يكون عندي مستطيل اللي هو مقاد، وكنجيب الماكينه ديالي غادي نخرجها في رقم 1 كيف ما غادي يبان لكم في الفيديو. 1 عندي انا هو الكبير، غادي نخرجها فيه، من بعد غادي ندوزها في 2، ومن بعد غندوزها في 3. غتقولي لي ندوز علاش ما ندوزوش في 1 وندوزو ديريكت 3؟ لا، ملي تندير هذا حتى هو سر من اسرار العجين ديال البشنيخه اولا الشباكيه. من الاحسن اننا ندوزو مرحله بمرحله باش العجينه كتزيد تدلك لينا في التوريق، في آلة التوريق. صافي هنايا غادي نستمر، انا كنرش غير شويه ديال الدقيق، كنحيد ديك الحواف باش تكون عندي، وغادي نعطيكم السر علاش كنحيد هاد الحواف ونخليها على شكل مستطيل اللي هو مقاد. ندوزها في 1، غندوزها في 2 وندوزها في 3، وحنا مع بعضنا مرحله بمرحله. غير خليكم معايا وتبعوا جميع الاسرار باش تنجح معكم. كتجي شيشه لذيذه صدقوني، اللي ذاقها عندي تيقول لي ممتازه، شي حاجه تهبل. صدقوني جربوها وردوا عليا، ولكن بجميع الاسرار اللي عطيتكم والنصائح، ومازال الاسرار اللي غادي نزيدكم ان شاء الله. فهنا من بعد ما ورقت كامل العجين اللي عندي، انا خليتها فوق سطح العمل. الا انت كتضمني ان سطح العمل ما غاديش تلصق لك، خليها هكا بحالي. ما كانتش كديري ليها واحد الزيف اولا منديل كتحطيه فوق الطاوه، عفوا فوق سطح العمل، وكتحطي فيه داك الشرائط ديالك كتنشف مزيان. خاص العجين تنشف يعني كتيبس، ما كنغطيوهاش هكا باش كتعطينا بشنيخه اللي كتجي هشيشه ولذيذه. صدقوني هذا هو سر مهم جدا. صافي كيف ما كتشوفوا فانا بديت كنشبك. انا غادي نكمل معكم الاسرار ديالها باش تنجح معكم، لان كنشوف وغادي نعطيكم علاش وريتكم وحده يعني فات شبيكه صغيره، وهذه اللي فيها الخيوط بزاف كتجي على هذا الشكل. حنا باغيين واحد البشنيخه اللي تكون محدقه كيف ما وريتكم في الاول، تكون حلوه وزوينه في المنظر، يعني شي حاجه بريستيج. وصافي هي نشفات العجينه، كتنشف بصفه نهائيه، يعني كتولي ناشفه لدرجه انها ما كتبغيش تدخل لينا في داك السينات ديال الماكينه، حتى كنضغطوا عليها بالاصبع ديالنا. ضروري تضغطي عليها بالاصبع ديالك، هذا حتى هو السر باش تدخل من داك السنينات وتعطينا خيوط على هذا الشكل هذا. وبالنسبه لداك الحواف اللي كنقادهم باش ما تضيعش ليا العجينه اكثر ونتعذب، لان الا ما قاديتيهاش نصها تيمشي لك هكا وتتبقاي تعاودي في العجين تعاودي لا بحال هكا كيطيح هي شويه داك الخيوط. كنجمعهم في البلاستيك اللي عندي، ونبقى كنجمع من كل كويره، في الاخر كتشكل عندي كويره واحده كنكملها صافي. وهكا بدون عذاب خاصنا نخدمو حنا براحتنا، ونخدمو بطريقه اللي نكونوا مرتاحين فيها وما نعذبوش فيها راسنا. هنايا خرجت داك الخيوط كيف وريتكم. الا بغيتوها كبيره بالحجم اللي وريتكم فكتخليو الخيوط كاملين، انا ما تتعجبنيش. باش نكونوا واضحين انا كنعطيكم الاشياء اللي انا يعني عارفاها. كنقص منها واحد ثلث ديال الخيوط الخبيطات ديالها وكنقرص هكا
كيف شفتوا كنقرص حتى كان الحجم اللي بغيتي تحكمي في الحجم نتي كيف ما بغيتيه. غادي نقطع بهاد القطاعه من بعد ما ضغطت مزيان. الا ما ضغطتوش راه غادي تحل لكم ملي كتكونوا كتقليوها. غادي نضغط مزيان، وهنا السر انها تجيك مشبكه ووريضه. فكنجر هكا بصبعي كيف شفتي، ماشي غير كنقطع وصافي، لا كنعطيها شكل وريضه، ما يكونوش عندي الخيوط بطريقه مستقيمه، لا معكسين. شفتوا كنجر صبع عندي يعني الجهه ديالي وكندي صبع ليه، هاي كتبان لكم. شفتوا بحال هكا كندي صبع، راه ملي غتقريها غتجيك على شكل وريضه. هذا حتى هو من بين سر باش كتجي مشبكه بطريقه زوينه. شفتوا كندي اما ندي صبع نجيب الاخر، المهم العكس، دائما كنخدم صبعاني واحد عكس الاخر. نتمنى ان الفكره تكون وصلاتكم، وكنظن الفيديو راه شارح نفسه واضحه. انا غادي نعاودها معكم عن قرب باش تشوفوها. هنا قطعت هادو. غتقولي علاش ما درتيش الشرائط تقدم قد هاد الخيوط؟ لا انا تندير هكا باش كنسهل عليا الخدمه، وداك الثلث اللي نقصت راه دغيا كنورق وحده اخرى وكناخذ منها شويه. ما تعطليش، لان الا تعطلتي غادي نشفوا دوك الخيوط وغادي يضيعوا. الا كنتي اول مره وخفتي من هذه المساله فحاولي انك تقسمي داك العجين ماشي على 6 بحال اللي درت انا حيت مورفه تنصيبها. دونك انت غادي تقسميها على 9 ولا 10 ديال الكرات وخدمي عادي صافي. راه كيبان لكم. شفتوا كنظن الفيديو راه انا تنهضر والفيديو كيشرح نفسه. كندي صبع وكنجيب صبع وكيعطيني شكل ورده. هنايا هذا الاخير اللي بقى ليا، فهنا شفتوا كندي صبع ونجيب الاخر كتعطينا هذه الوريده مشبكه زوينه. فنتمنى انها تنال اعجابكم ونكون عطيتكم الاسرار اللي تفيدكم، وصراحه كتجي هائله. هنا صافي كملت، غادي نخليها تبات حتى الصباح حتى كتنشف لي. درتها في الليل وخليتها حتى الصباح عاد باش غادي ندوز باش نقليها ونعطيكم سر القلي ديالها باش ما تجيكمش قاصحه. كيف ما شفتوا فانا سخنت الزيت ومن بعد نقصت البوطه العافيه مهيله ورميت القليه ديالي بشويه بشويه وكندور هذه جربت بها الزيت والسخنات. كندور في داك يعني بالفورشيط في المقله بحال اللي كنطيبوا البريوات. كنبقى تندور والزيت خصها تكون كثيره باش الشنيخه تكون طالعه الفوق وهي كتقلي. الا كانت منها لسطح المقله راه غادي تحرق، غير ترميها غادي تحرق. هكا كطيب يعني في القياس ديالها صافي. ملي كتشم عليا كنحس بها تشمعات من تحت كنقلبها وكنبقى ندور غير كتحمر ثاني كنعاود نقلبها. كنديرها على 3 المرات، نقلبها المره الاولى لما تشمع ونعاود نقلبها ملي كتحمر الجهه التحتانيه ونعاود نقلبها من الفوق. وكنهز القليه ديالي ولكن اللون ديالها يكون ذهبي فاتح، يعني هي كتبدا تاخذ لينا داك اللون الذهبي، يعني بغينا نقولوا صفوريه هكا بارده. فكنحيدها باش هكا تجيني هشيشه. الا خليناها تحمرات راه غتجي قاصحه، رغم ان درتي جميع المراحل وتبعتي جميع الاسرار غتجي حتى القلي. الا ما درتيش بالطريقه اللي قلت لك راه ما غاديش تجيك مزيان صافي. شفتوا كتكون صفاريه كما كنقولوا بالدارجه ديالنا. ها هي تيبان لكم اللون، يعني هي كتاخذ هذا اللون الذهبي الفاتح جدا. كنحيدوها فاتح جدا كنقولها، كنحيدوها نديروها في العسل ديالنا. راه غادي تاخذ لوين واحد اخر ثاني في العسل صافي وكيولي اللون ديالها كيف ما شفتوا معايا في اول لا فيديو. كندير هكا العسل عليها من الفوق لانها هشيشه ما نحركهاش، هي كنهز العسل ونحط فوق منها حتى على ما غندير قليه اخرى راه غادي شويه يخفف العسل. غنضيف انا قليه واحده اخرى. كنظن انني شرحت بما فيه الكفايه، ويعني عطيتكم جميع النصائح باش يجيكم مزيانه. سمحوا لي اللي طولت عليكم، ولكن المعسلات دائما تيبغيو تعطاو بواحد التقنيه ويكونوا جميع الاسرار باش ينجحوا. غادي نحيد هاد الاولى نديرها في كسكاس تسقطر ونضيف الكميه الاخرى ونكمل القلي ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها صافي. من بعد شوفوا كتجينا وريضه زوينه من بعد ما طابت لينا البشنيخه ديالنا وكتجي هائله. غادي نهز داك العسل اللي سقطر منها وغادي نخوي عليها من الفوق. وطريقه الاحتفاظ راه مخليها لكم في الفيديو ديال الشباكيه وغادي نكررها معكم. نفس طريقه الشباكيه نفس الطريقه ديالها كديريها
يعني طبقه ديالها، كديري بلاصيكه فوق منها، كديري الطبقه الاخرى، كديري بلاصيكه وانت غاده. اللي بغات الطريقه بالتفصيل راه كاينه في لا فيديو ديال الشباكيه، وخليوها في المجمد باش هكا كتبقى حافظه لكم على العسل اللي فيها لمده اطول. فنتمنى انها تنال اعجابكم واستحسانكم. ما تنسونيش من لايك وتعليق محفز وبارطاج مع الاحباب والاصدقاء اللي تعم الفائده. فنتمنى انكم تدعموني دائما وابدا فضلا وليس امر. الى فيديو اخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.